قررت باش ندير لصاحبتي السم في الحنه نهار عرسها. اجيو تعرفوا علاش. انا سميتي شيماء، بنت مدينه كبيره، ما كانوش عندي صحابات، وكانت عندي صاحبتي وحده اللي سميتها سلمى. كنعرفها من الصغر وكانوا كيقولوا علينا صحابات الروح بالروح، حيت ما كناش كنتفارقوا. واخا الصراحه انا ما كنتش كنحملها، كانت بنت اللي عندها الزهر وبزاف، ولكن كنت كنحس بها كتبغيني. كاع اسرارها عندي، واي حاجه شريتها كتشري ليا منها. غنشدو الباك بجوج وغادي نمشيو لمدينه جديده باش نقراو. هي غتقبل في مدرسه واعره وانا غادي ندير لافاك. ما تخيلوش شحال كنت كارهه الوضعيه. ما غاديش دوز حتى 3 شهور غادي تقول لي بلي غتزوج. صافي، هذيك كانت هي النقطه اللي فيضت الكاس. طاحت عليا فكره باش نشري السم ونعطيه ليها تاكلو. وجا النهار ديال الحنه وكل شي صحابات تجمعوا وبداو كيعاونوا. انا لقيت الفرصه وحطيت ليها السم في الحليب. شي شويه بدات كتحس بالوجع في كرشها، طاحت وجراو بها للسبيطار. الطبيب قال لهم باللي البنت مسمومه. كانت صدمه كبيره. البوليس سولوا كل شيء ولكن ما عرفوش شكون دار ليها السم في الماكله. ماتت في ليله الحنه ديالها ومشات ودات معها السير.